زي ما عودناكم طبعا. احنا في فكرة عمل القناة هي التوفير. طب هتقولي توفير ايه؟ ما دي مكنة حلاقة دي غالية جدا. اه انا معاك غالية، بس دي كانت عندي بقالها سنين سنين، اكتر من 12 سنة ولا اكتر من 15 سنة. مركونة ملحت البطارية بتاعتها، وكانت هي شحن تتشحن، وركنتها ورميتها. فأنا عندي بحتفظ بالحاجات القيمة. مم، بتبقى غالية عندي شوية ولها ذكريات. فالمكنة دي لها ذكريات جميلة بصراحة. أنا قلت طبعا انتوا هتقولوا ايه التوفير؟ التوفير ان انا اصلحها ونوفر. انا زهقت من حلاقة الامواس، فقلت لا ارجع ايه اصلح الماكينة تاني بتاعتي، واسهل من الامواس. وطبعا فيليبس، ماركة فيليبس كويسة جدا، جيدة قيمة جدا بصراحة. فتعالوا نشوف هنصلحها ازاي. وما تنسوناش بلايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. يلا نبدأ. يلا. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي وأحبابي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة معانا هنشوف حاجة، نصلح حاجة جديدة كده معانا. ماكينة الحلاقة دي فليبس، تمام. دي كانت عندي بقالها يعني ما شاء الله كده 15 سنة، أكتر من كده. بس هي الحقيقة كانت عطلانة وأنا كسلت عنها كتير، يعني كسلت. لأن هي كانت عايزة الباتري بتاعتها محروقة، تمام. فأنا الحمد لله اتصرفت، جبت لها باتري. هن إيه البطاريات بتاعتها نغيرها مع بعض كده ونشوف. إن شاء الله تشتغل دي كده الماوس بتاعتها، تمام. هي جميلة جدا بصراحة، وتمنى دلوقتي يسوى 1500 و2000 جنيه. فأنا قلت عشان الغلا ده، وزهقت من حلاقة الدقن، فإيه قلت أصلحها عشان كانت بتنفعني بصراحة. نفك كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت فكيتها قبل كده، لقيتها إن البطارية ملحت وباظت، البطاريات بتاعتها رميتهم. وإيه وقلت عقبال ما دي كده بتفتح كده لتحديد السوالف من الجنب، ودي بتحلق الدقن. فقلت إيه البطارية باظت، فقلت اتصرفت لها ببطارية جديدة، تمام. قلت نصلحها، نبدأ نصلحها إن شاء الله. إيه هي كان في بطاريتين هنا حقيقة، فأنا إيه بملحهم فرميتهم. فكسلت بقى عشان كده، كانوا راكبين في ريش دي كده. فأنا اتصرفت في بطاريات، اتصرفت ببطاريتين صغيرين. هما الأصلين كانوا أكبر من كده. دول البطاريتين، الواحدة 3.7 فولت. عملتهم طبعا عشان نضيع وقت الفيديو، لحمتهم بالأزدير، تمام. لحمتهم من هنا ومن هنا مع بعض على التوازي، على التوازي، تمام. كده على التوازي. وطلعت فردة موجب، فرد سالب. هتحتاج نلحمها تاني، فلاتت. هلحمها وأجيلكم تاني عشان نضيع وقت الفيديو. تمام. طيب هنلحم دول، هنلحم ده السالب وده الموجب، وهنلحمهم هنا إن شاء الله. ده هنا الموجب وده السالب. هنلحم وهاجي أقفلها إن شاء الله معاكم. ودي فكرة عشان اللي عنده مكنة زي دي، قيمة جدا، قيمة جدا فعلا. المكنة دي قعدت معايا سنين وما زالت موجودة، وهي بس كانت عايزة البطاريات، وأنا نويت أصلحها إن شاء الله. جميلة جدا في حلاقة الدقن. والتروس دي بتتفك وبتتغسل على فكرة. دي كده بتتفك، بتتغسل، وإيه كده كده بيطلع كل واحد منهم أهو. ده ممكن نغسلهم بمية سخنة مثلا، أو نغسلهم بكحول نعقمهم كده يعني، تمام. وتركب تاني. ما أعتقدش إن التوز بتبوظ، يعني عندي بقالي سنين، يعني لا بتقعد سنين. ممكن بقى لو باظت ولا حاجة عطلت تلمت،
مش عارف بتتسنى ولا لأ، بس ممكن إيه نلاقيها في التوكيل. تمام. وزي ما قلت لكم دي الشفرة اللي من الجنب دي بنحدد بيها السوالف وإيه، وممكن تنفعنا في أي قصة. تمام. نحدد بيها السوالف ممكن تنفعنا لو هنشيل الشعر خفيف كده يعني. طيب هنلحم دول هنا ونثبتهم ونرجع نشوف معاكم نجرب تاني ايه فكرة التصليح، وإن شاء الله تعجبكم وتفيد أي حد عنده الماكينة دي ما يتصرفش فيها، لأنها فعلا قيمة جدا يعني. تمام. نلحم ونرجع لكم تاني عشان وقت الفيديو. شكرا. طيب رجعنا تاني. لحمت طبعا عشان ايه، بس أنا المكوى عندي الملف بتاعها بس، فبسخنها على النار عقبال ما ايه نجيب مكوى مكانها. لحمت اهو الموجب هنا والسالب هنا. تمام. وجربت صوته عالي بس عشان فاضية عشان مش متجمعة. طيب نقفل بقى. هنقفل ازاي؟ بصوا هنحط ايه، هنثبتها كده بس. يعني البطارية دي الحمد لله أصغر من الحجم اللي كان فيها ونفس القوة. ماشي. طيب نعمل ايه، نقطة شمعة كده نثبت عليها. تمام. نقطة بسيطة كده شمع نثبتها هنا وهنا. تمام. تمام كده ثبتها. ماشي. اهي فكرة بسيطة يعني. تمام. أنا كان ممكن أعملها ببطارية واحدة على فكرة، يعني الواحدة من دول 3.7 فولت، الاتنين أنا عملتهم على التوازي يدوا نفس الفولت، بس الأمبير هيبقى عالي شوية. تمام. لأن أنا عملتهم على التوازي آسف، على التوازي. تمام. كان ممكن أعمل واحدة بس كانت شغالة، بس كده هتقعد وقت أطول في الشحن، يعني تقعد مشحونة مدة كبيرة. لو بتقعد يوم هتقعد يومين كده. تمام. كده بعد ما ايه ما لحمنا الحمد لله. طيب نجرب نقفل. ماشي. معلش عشان انا ايه بصور لنفسي ايدي مش فاضية. نفتح دي الاول. تمام كده. تمام. تمام كده. ايوه كده. كده تمام. تمام. في مسمار هنا. بس كده ربطنا. طيب كده اشتغلت الحمد لله. اركب الوش بتاعها. شايفين دي لمبة للشحن، ولما بتنور اللمبة الخضراء بتشتغل لما بتشحن فيها لمبة خضراء، هنشوفها دلوقتي. طب نركب الوش بتاعها. تمام سهلة جدا. أحلى حلاقة دقن طبعا فيليبس غنية عن التعريف. تمام كده يا جماعة، احنا بعد ما قفلناها طبعا وضغطنا وجبنا السلك الشاحن بتاعها، تشحن سلك عادي كهربا عادي. تمام كده بتشحن. لما تشحن اللمبة دي الخضرا دي هتنور إنه شحن. تمام. في لمبة ايه لما بتشحن بتنور إنه شحن، ودي كانت مركونة بدون مبالغة
أكتر من 10 سنين 12 سنة. تمنها دلوقتي ممكن يسوى 2000 جنيه مثلا أو أكتر والله. وحاجة عارفين الحاجة القديم ماتيريال جامدة يعني، تربطها في الحيط ما يجراش حاجة. بس وبتحلق الدقن، ودي بتحلق تظبط السوالف زي ما قلنا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك في القناة ولايك عشان نقدر نكمل. وإن شاء الله عندنا كل يوم كل يومين كل أسبوع في جديد إن شاء الله. مش هنطول عليكم. كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين.